قصيدة مهداة من الشاعر كريم الضوي إلى الأخ مطر ابن سويلم الغضوري، أداء عبد الله ابن زعل الغضوري. الشعر في كل حال جمله موضوعه، يقتنى بالصدق رجال صعيب قناعه، واسمعوني في كلام نادر من نوعه، من هجوس الشاعر اللي تعرفون ابداعه. الشعر في كل حال جمله موضوعه، يقتنى بالصدق رجال صعيب قناعه، واسمعوني في كلام نادر من نوعه، من هجوس الشاعر اللي تعرفون ابداعه. الشعر في كل حال جمله موضوعه، يقتنى بالصدق رجال صعيب قناعه، واسمعوني في كلام نادر من نوعه، من هجوس الشاعر اللي تعرفون ابداعه. يا مطر يا بن سويلم تعتبر موسوعه، بالمروه والحميه والكرم بانواعه، من مواقف كالجزيله روسنا مرفوعه، طيبكم يرقى سنود ورؤوسكم فزاعه، هاشم فيها التواضع والثقه مزروعه، ما يغير منهجه بين العرب واطباعه، لو يهنا يطوي تبجح من تيب اسبوعه، ماري طيبه واقعي مله هدف وطماعه، عن كلام الناس كله مقفلات سموعه، غير يقول ابشر وللمعبود سمع وطاعه، طيب دايم محله مدهل لربوعه، بالعلوم الوافيه دايم طويل باعه، طيب دايم محله مدهل لربوعه، بالعلوم الوافيه دايم طويل باعه، الوكاد تروحي مجموعه تجي مجموعه، ما يقفل مجلسه على مدار الساعه، حطي حتى القهوه يجي فني وشغله روعه، من كثر ما يمسك الدلا يطيح ذراعه، حطي حتى القهوه يجي فني وشغله روعه، من كثر ما يمسك الدلا يطيح ذراعه. الشعر في كل حال جمله موضوعه، يقتنى بالصدق رجال صعيب قناعه، واسمعوني في كلام نادر من نوعه، من هجوس الشاعر اللي تعرفون ابداعه. يا مطر يا بن سويلم تعتبر موسوعه، بالمروه والحميه والكرم بانواعه، من مواقف كالجزيله روسنا مرفوعه، طيبكم يرقى سنود ورؤوسكم فزاعه، هاشم فيها التواضع والثقه مزروعه، ما يغير منهجه بين العرب واطباعه، لو يهنا يطوي تبجح من تهيب اسبوعه، ماري طيبه واقعي مله هدف وطماعه، عن كلام الناس كله مقفلات سموعه، غير يقول ابشر وللمعبود سمع وطاعه، طيب دايم محله مدهل لربوعه، بالعلوم الوافيه دايم طويل باعه، طيب دايم محله مدهل لربوعه، بالعلوم الوافيه دايم طويل باعه، الوكاد تروحي مجموعه تجي مجموعه، ما يقفل مجلسه على مدار الساعه، حطي حتى القهوه يجي فني وشغله روعه، من كثر ما يمسك الدلا يطيح ذراعه، حطي حتى القهوه يجي فني وشغله روعه، من كثر ما يمسك الدلا يطيح ذراعه.